السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أحبتنا في الله، أهلا ومرحبا بحضراتكم في هذه الحلقة وهذا اللقاء المتجدد من حلقات سلسلة السنة النبوية الشريفة. لعل هذه هي الحلقة الرابعة من حلقات هذه السلسلة المباركة في هذا البرنامج الطيب. ذكرت في الحديث في مطلع حديثي في الحلقة الأولى من هذه الحلقات الكلام عن التعريف بالسنة عند أهل كل علم. قلنا أهمية معرفتنا للسنة وأننا نحتاج إلى أن نتعرف على السنة من قريب، وأن نتعرف التعريف العلمي الدقيق لمعنى كلمة السنة، ليعرف كل منا أهمية السنة ومكانة السنة، لأنك لا تستطيع أن تعرف مكانة الشيء إلا إذا تعرفت على ماهية الشيء، يعني حقيقته. لازم تعرف حقيقة كل شيء. قلنا إن لفظة السنة خدت تعريف عدة تعريفات متعددة عند أهل كل فن. في الحلقة الأولى ذكرت فيها هذه التعريفات في لغة القرآن، في لغة العرب، عند المحدثين، عند أصحاب العقيدة أو المشتغلين بعلم العقيدة أو علماء العقيدة. ذكرت هذه التعريفات عند أهل كل علم. وفي الحلقة الثانية من هذه الحلقات ذكرت تعريف السنة عند المحدثين، وهو نقل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أم بعد البعثة النبوية المطهرة. وشرحنا هذا التعريف في الحلقة الثانية شرحا وافيا، ولعلي أذكرك أني فصلت الكلام في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع ثلاثة: أفعال بيانية، أفعال جبلية يعني جبل عليها الإنسان وكل بشر، أفعال خاصة خصوصية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفصلت القول فيها. ثم دار الحديث في الحلقة الثالثة عن الكلام عن الرابط الذي يربط السنة بالقرآن من حيث المصدر، وقلت أن هذا الرابط الذي يربط السنة بالقرآن هو الوحي. لذلك أردت أن أتوقف عند الكلام عن الوحي حتى يعني نفهم معنى الوحي. فذكرت في هذه الحلقة الكلام عن الوحي أو لفظة الوحي في القرآن الكريم، إزاي أن القرآن الكريم عبر عن لفظة الوحي. قلت إن في أكثر من 30 موضع من مواضع آيات القرآن الكريم ذكر الله عز وجل فيها الكلام عن الوحي. لعلي ذكرت نحو 20 موضع أو أكثر قليلا في هذه الحلقة الثالثة، ويعني بينت كيف أن هذا اللفظ له غاية في الأهمية. وأنا كنت عاوز أجيب بعض أمثلة في السنة عن الوحي لكن من الأحاديث، لكن وجدت أن الموضوع ربما يكون هذا استطراد أو تطويل، ربما يعني لا يفيد قليلا أو كثيرا في هذا الشأن. من جملة هذه الآيات قول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. وفي آية أخرى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلي بالك بقى، وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، فلفظة رجالا أخرجت نزول الوحي على امرأة. إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وفي آية: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه. ساعة يقول: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا من أهل القرى
ساعات يقولوا وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، بعدين فاسألوا أهل الذكر. وساعات يقولوا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وفي موضع آخر إنا أوحينا إليك كما أوحينا، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا في سورة النساء الآية إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى. شوف تعبيرات. وفي موقع في آية أخرى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها. وفي موضع آخر وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. والمواضع كثيرة ومتعددة، بس أنا كنت حابب أقول إن اللفظة مهمة، إن إحنا نتدرسها، إن إحنا نتداركها، إن إحنا نفهم معناها. فعشان كده كان مهم نقف شوية عند الوحي. إيه الوحي؟ إيه هو تعريف الوحي؟ وهذا الوحي له تعريف عند أهل اللغة، وله تعريف عند أهل الاصطلاح اللي هم متخصصين في هذه العلوم. والتعريفات دي احنا لما بنعرفها بتخلي المدارك عندنا تتوسع، ولما تتوسع هذه المدارك نستطيع أن نتلقى أي سهم من السهام الواردة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويمكننا بعد أن نتلقاه أن نصده أو أن نعيده بصورة علمية دقيقة. يعني حكاية الجدال أو مسألة النقاش في أي مسألة من المسائل ينبغي أن تكون بموضوعية، وينبغي أن تكون المسائل مبنية على علم وفقه. لكن لو احنا قعدنا ندافع عن السنة من غير ما نكون فاهمين القواعد والأصول الثابتة في الدفاع هنقع. وهو ده اللي حاصل في الفترة الأخيرة، لما بدأ كل الناس يتكلموا عن السنة، لما بدأ العدو والغزو الفكري يجي في السنة، بدأت الناس تبحث تعرف قشور عن السنة. فلما الناس عرفت قشور عن السنة وقعت. لما بدأوا ناس فكرت ان فاهمة وبترد، فراحوا دخلوا لنا من اتجاه تاني وهو اتجاه الوحي. عشان كده انا يعني قلت اتكلم او اعمل حاجة في الحديث عن السنة النبوية، حاجة مفيدة وحاجة تبقى كويسة، عشان ما يبقاش ان اي حد بيتكلم عن السنة، وكمان عشان كل الناس تبقى فاهمة يعني ايه سنة. النهاردة كلامنا عن الوحي، والكلام عن الوحي يحتاج عدة جوانب. اولا هنعرف الوحي في اللغة، في لغة العرب لفظة وحي معناها ايه. علماء العربية يقولوا ان لفظة الوحي في اللغة العربية تطلق عند العرب على عدة معاني. فالوحي يأتي بمعنى الإشارة، فأحيانا يطلقون على الإشارة أنها وحي أو الإيماء، إنك تومئ له بحاجة أو إنك تشاور له على حاجة. هذه الإشارة تطلق عند أهل اللغة وحي. وأحيانا يطلق الوحي على الإلهام الذي يستيقنه الإنسان من نفسه، يطلق عليه وحي. وأحيانا يطلق الوحي على الإعلام في خفاء، إنك تقول لواحد حاجة سر مش عايز حد يعرف. وأحيانا يطلق الوحي على الرسالة المرسلة من شخص إلى شخص يسمى وحي. تعالوا بقى نفصل بقى الكلام ده تفصيل وإيجاز، عشان لما يجي لك سهم من أهل الزيغ والضلال تقدر تصده، أو تقدر على الأقل لو أنت ما عندكش العلم أو المادة